النهارده بقى معانا الاشخاص اللي معاهم سر الكوكب، الناس اللي عايشه معانا بالغلط، الناس اللي عارفه التيتا، الناس اللي فاهم جايباها بقى من الاخر. الناس دي بقى اللي بتظهر لنا مع نهايه كل سنه وبدايه سنه جديده. بيظهروا بقى عشان يعرفوك ايه بقى عشان يفهموك الدنيا من الاخر بقى، عشان ما ما تقعدش تفكر كتير. هيعرفوك مستقبلك، هيقولوا لك تتجوز مين من الاخر وبرج ايه واسمها ايه وبتلبس ايه. الناس دي عارفين كل اسرارك، عارفين انت بتقعد لوحدك تعمل ايه بالليل، عارفين انك بتقعد تسمع زياد زازا ومخبي عن الناس كلها اللي حواليك. ورئيس الحب هنبقى سكر ولك منا بكوكو بلا مني بلا خيبه بلا لعبه بلا بوكو حكيكي ميكي. الناس ده هتختصر عليك وقت كتير ويلخصوا لك، يعمل لك ملخص السنه كده زي ليله الامتحان كده. هيعرضوا عليك احداث اللي هتحصل في السنه الجديده في 2025. السنه عجباك هتكمل معانا، السنه مش عجباك ممكن تعمل لها سكيب، بس والله كانت تبقى حاجه حلوه. تخيل فاهم السنه الجايه يا جماعه مش عجباني فسكيب يا جماعه، انا هسبقكم، انا في 2027 دلوقتي جايين ولا ايه؟ الاشخاص الموجودين دلوقتي هم دول الناس اللي كانوا زمان بيقعدوا يقراوا الكف ويقراوا الفنجان والحاجات دي، بس طبعا اتطوروا مع التطورات اللي عماله تحصل فينا وظهور كائنات زي جيار وعمرو بيلا والناس دي كلها. فالناس دي كمان اتطورت، كان لازم تواكب العصر. فاكتشفوا لنا بقى ايه؟ علم الابراج وعلم الماورائيات وعلم الحاجات اللي استغفر الله العظيم رب الغيبيه، استغفر الله العظيم يا رب، يعني التاروت والتانجو والفام والسكرو والحاجات دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيداتي انساتي ساداتي، معاكم هشام سكر الشهير بمحمود كهربا. فلو انت مش عاجبك اداء محمود كهربا اخبط لايك للفيديو دوت، ولو انت لسه زعلان ان الاهلي خسر في بطوله الانتر كونتيننتال من باتشوكا على يد محمود كهربا اعمل لايك للفيديو دوت عشان نوصل الفيديو دوت ل 6000 لايك. ويلا بينا نخش في الفيديو، لان الناس دي هتعرفك ايه اللي هيحصل لك في السنه الجديده. بس قبل ما نبدا لازم اقول لكم الحقونا 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 الحقونا. سنة 2025 حتكون سنة قاسية، كربيع عربي، كفيروسات، كاغتيالات، كسونامي، كوباء جديد الفترة المقبلة. دي حاجات عامه جدا، حاجات عامه جدا. يعني الصين هيحصل فيها تسونامي وزلزال، ما مش محتاجه اي حد بتاع ابراج ولا حد قارئ سكرو ولا اي حاجه. في مرض هينتشر طبيعي، كلنا بيجي لنا برد في الصيف وفي الشتاء، مصر كلها عندها برد. زي مين يعني؟ يعني تركيا الفترة المقبلة محل أنظار، المغرب محل أنظار، إسبانيا محل أنظار، اللي على البحر المتوسط. على البحر المتوسط نعم. اي حد على البحر المتوسط هيجي له برد طبيعي، لان اي دوله بتطل على البحر بيكون عندها هواء شديد وعواصف وحاجات من ديت، فاهم وارد يجي لهم برد، فحاجات بديهيات برضو. على البحر المتوسط نعم. احد الدول الافريقيه حتكون محل انظار غرق. هتغرق؟ نعم. يعني مطر سونامي حيكون موجود فتره المقبله، يعني حتغرق حتمشي مع المي. هو احد الدول، انا ما اعرفش الصراحه، اللي وصل لي المعلومه وصلها لي ناقصه للاسف قال لي احد الدول، سابها لي فاهم عايبه بقى. فلو اي دوله حصل فيها فاهم بلاعه اتسدد والدوله وفاهم شارع غرق مثلا زي شارع عرب غنيمه عندنا، فاهم ده كده خلاص كده يبقى انا بتكلم صح. انا قلت احد الدول وارد يغرق. انت خوفتني من 2025. لا سنه 2025 هي بالاصل شوف زلازل السونامي حتكون موجوده، حيكون في وباء، حيجي وباء، ولكن في دول حتغرق الفتره المقبله، في دول عربيه حتغرق الفتره المقبله. يعني بالاصل هي 5. الراجل ده انا حاسه مش توقعات ابراج، انا حاسس الراجل ده انا حاسه ان هو بتاع ارصاد، لانه عمال يجيب سيره فاهم تغيرات في الطقس. انت في ايه يا اسطى؟ انت شغال في ناسا، وبعدين هو انت قاعد مع ادوارد بطل تمثيل وبطل يطلع مع محمد رمضان وبقى بيعمل برامج زي بتاع الدكتور محمود صلاح. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه رايك في 2025 من وجهه نظرك في كلمه؟ يا عم هي لسه جت هي لسه ما جاتش، 2025 لسه ما جاتش. يعني ايه رايك في سنه معينه؟ السنه متقدمه له، هو ايه رايك في 2025؟ 25 هتكون بالنسبه لنا ليها عنوان مهم قوي، رعب من نوع اخر. ده رعب من نوع اخر، ده الروايه اللي هتنزل بتاعتي في معرض الكتاب في 2025 باذن الله، انتظروها. يعني ايه رعب من نوع اخر؟ رعب كوميدي. شكرا ليك يا دكتور. وعلى فكره الحلقه مش هتكون توقع، هي قراءه لما يحدث قدامنا. احنا ولا بتوع طاروت ولا بتوع فنجان ولا بتوع الكلام ده خالص، ولا بلعب سكرو. انا ما بلعبش سكرو، انا بقول لك فاهم حاجات باينه قوي، يعني باينه قوي ان محمود كهربا هيمشي من الاهلي في يناير، باينه قوي يعني. هتشهد رعب من نوع اخر. انا كان قصدي حاجه ايجابيه، يعني احنا دلوقتي لا مفيش حاجه ايجابيه. مفيش حاجه ايجابيه؟ مفيش حاجه ايجابيه. لا مفيش اي حاجه ايجابيه تحصل في 2025. لازم البصه دي ودي لازم تعمل كده، حتى انت هتسقط لان انت قاعد دلوقتي سايب المذاكره وقاعد بتتفرج عليا. مفيش اي حاجه ايجابيه خالص هتحصل في 2025. من 1/11 دي بدايه 2025.
يعني انت كل ده مضحوك عليك يا حبيبي، اللي فاكر ان السنه بتبدا من 1/1. السنه بتبدا من 1/11. اللي هنختم بيه السنة هو اللي هنفتح بيه السنة، من طاقات، من نوايا، من أفعال، من ظلم البشر، ويمكن هذا تصريح مني علنا. اللي هنختم بيه السنة في الأحداث سواء على المستوى الفردي أو المستوى الدولي هنفتح بيه السنة الجديدة. يا استاذه نرمين الفقي، ما دي حاجه عاديه قوي، دي حاجه عاديه قوي. ما انا دلوقتي لسه فقير في شهر 12 2024 1/1/2025. اكيد مش هبقى نجيب سويرس، اكيد هفضل فقير زي ما انا. هو انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ انت ليه حاسسني وعاملين لكم برنامج والمذيعه بجد؟ رسالة لكل برج، وهقول مين عروس 2025. السنة اللي فاتت عروس 25 كان القوس، السنة دي السنه اللي فاتت اي حد كان بيتجوز من برج القوس. ما فيش، كل المآذين كانوا رافضين يجوزوا اي حد خارج برج القوس. برج ايه اداله الجوزاء؟ ما حدش هيتجوز السنه دي خالص، لان هي الاستاذه ما اعرفش الاستاذه سعاد المنفلوطي قايله لنا ان خلاص برج القوس بس هو اللي هيكون عروس 2024. برج الحمل هيكون عندهم ان شاء الله باذن الله عقود جديده، مصالحات عائليه، وكمان هيكون عندهم ارتباط هذا العام. وجدير بالذكر ان احنا نقول ان الارتباط ده ممكن يكون في شهر 7 او في شهر 8. هيقابلوا شريك حياتهم، او الناس اللي كانت اوريدي عندها شريك حياه او كان عندها حد في حياتهم ممكن يرجع تاني لحياتك، وممكن قالت كل حاجه، قالت كل حاجه. اللي مش مرتبط هيرتبط، واللي كان مرتبط هيرجع للاكس بتاعه. اما عن برج الثور، برج الثور عنده العاطفه بتتغير بشكل مختلف تماما. عندك تغيير جذري ومميز، وحياه زوجيه هادئه بتحصل السنه دي، وتعويض عن شريك عاطفي قديم رحل هيجي لك عوض عنه هذا العام. وكمان ممكن يكون عندك منزل جديد يا برج الثور، او انتقال من منزل الى منزل. دي رساله موجهه لكل بتوع العقارات، لان تشتغلوا على بقى الناس اللي برج الثور. الناس اللي برج الثور اشتغلوا عليهم، لان هم دول اللي هيشتروا بيوت في 2025. في 210,000 واحد عاملين لاف على الفيديو فمصدقين، لان هي بتقعد تقول لك كلام حلو. فاهم؟ انت اللي بتتفرج على الفيديو، انت هتتجوز، تبقى غني، هترتبط فاهم بسيدني سويني، انت كمان هتتجوز اسماء جلال، انت اللي بتتفرج برضو، انت اللي هترجع هتصالح احمد العوضي على ياسمين عبد العزيز وتخليهم ينفصلوا وتتجوز ياسمين عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز هتديك نص ثروتها، وانت غلبان، انت اصلا ما حدش يعرفك يا ابني، وانت الفنانه بتاعتك وانت بتتفرج عليها دلوقتي مقطعه ومخرمه، وانت لابس حاجات كتير دلوقتي عشان تتدفى، عشان انت ما عندكش بطاطين. انت عبيط يالا، انت بتصدق الكلام ده؟ برج الجدي، ابتديها لك ازاي ولا اقولها لك ازاي ولا اقول لك الحمد لله على السلامه من اي ناحيه؟ اخيرا بلوتو الكوكب الصغير اللي كان مسبب لك الازمات وكان مسبب لك الانفصالات وكان يعني انا عمال اقول ايه السبب في كل اللي بيحصل لي؟ بلوتو. يعني بلوتو هو اللي كان عامل معاك كده؟ والله العظيم لا ازعلك. لا انا ما كنتش اعرف ان انت كده، ما كنتش عارف ان انت اصفر كده يا بلوتو. يعني انت مش شخصانه معايا ليه يا اسطى؟ انا عملت لك يالا يا ابني. صلي ركعتين شكر الله يا برج الجدي، اخيرا الحمد لله على السلامه بلوتو نهائيا. ما تسمعش كلامها يا اسطى، ما تسمعش كلامها يا اسطى، ما تقومش تصلي ركعتين عشان بلوتو رضي عنك يا اسطى. ده الحاد ده الحاد اللي هي بتعمله ده. حتى لو كان بلوتو انتقل لبيتك لبيتك الثاني، بيت المال. بلوتو عارف ان انت عارفه الكلام ده عليه، يعني بلوتو عارف ان انت تتكلمي في ظهره بالحاجات دي وساكت. بلوتو ساكت. برج العذراء، وسنه التغيرات الجذريه بالنسبه لك والناس اللي تعرضت. هو في ايه؟ هو مفيش حد حياته تبقى وحشه في 2025. هو انت بتحاربي دكتور محمود صلاح؟ هو انت كل الابراج عندك حياتهم هتبقى كويسه وهيبقى غني وهيشتري اسماء جلال وهيلعب في زياد زوز؟ هو انت ايه؟ اول ما عملنا التوقعات قلت انه السنه دي باذن الله تكون سنه برج العذراء. ازاي بقى؟ انا اتفرجت على حلقه على قناه CBC اللي هي بتبقى عامله شعرها، كان اسمه ايه؟ عامله شعرها مش عارف، مولد بتاع الستات، ان هي قالت ان السنه ديت بتاعت برج الثور وبرج الاسد. حد فيكم عنده المعلومات ناقصه؟ وانا شايف بقى ان السنه ديت بتاعت برج خليفه. الخبر الاول ان هم هيقوموا بفتح بوابه للشيطان، والخبر الثاني ان هم هيكتشفوا مقبره الشيطان او لوسيفر. هو الشيطان ما ماتش عشان يبقى ليه مقبره. رقم 1 اركن. دي معلومات عامه، يا دكتور محمود. ما انت كده ما لعبتش سكرو النهارده. رقم 2 بوابات الشيطان، يعني هل احنا بيننا وبين الشيطان بوابه هتسمح احنا قافلين عليه عشان ما يخشلناش مثلا؟ هو كده ولا الموضوع يخص شيء مختلف؟ في الحالتين الخبر مزيف. في الحالتين الخبر مزيف.
دي الغريزه الذكوريه. لما تقعد تهبد باي كلام فلازم تعمل الابتسامه الذكوريه ديت، لان دي اللي هتبين انك انت فهمان. بالمنظر اللي احنا شايفينه من المستحيل ان يقدم الفاتيكان على هذه الخطوه. مع العلم لازم اقول الحقيقه كامله، الفاتيكان يمتلك اسرار الارض اللي احنا عليها. الفاتيكان بعتولي اسرار الارض على الواتساب، مسحوها تاني بسرعه، اللي هو حذف الرساله لدى الطرفين، فما لحقتش اقراها. انا كنت عايز اقولها لك والله العظيم يا استاذ، بس هم مسحوها بسرعه. بس انا لسه بقرا راس الرساله من فوق او من بره كده، نزلت الستاره اللي بتنزل من التليفون، لقيت اسرار الارض، رساله من الفاتيكان. مسحوها بسرعه للاسف. بحاول اتواصل معاهم تاني، عملوا لي بلوك. تنصح الناس اللي في امريكا تعمل ايه؟ يخشوا يناموا. هو ترامب دلوقتي والامريكيين قاعدين بقى بيتفرجوا على البرنامج، فاهم اللي هو يا ترى دكتور محمود هيقول ايه بقى؟ نستنى النصايح بقى. انا مش هعرف اعيش انا كمواطن امريكي من غير ما دكتور محمود يقول لي. شفت الانترفيو بتاع ايلون ماسك اللي قال فيه الدجال هيخرج من مصر؟ ده من كارثة. مدينه منفس. ودي كارثه. فين الانترفيو ده؟ فين الانترفيو ده؟ الانترفيو ده اتبعت لكم على جروب برايفت على تليجرام ولكنها في مصلحتنا. ليه بقى؟ لان المسيح الدجال لو خرج في مصر هيأسلم. المسيح الدجال لو خرج في مصر في مدينه غزل المحله هيأسلم طبعا، او في الفيوم او المنوفيه او شبرا الخيمه او حلوان عندنا هيأسلم 100%. هيأسلم لان هياكل، هنديله على دماغه. لان ده اذا كان بيؤكد شيء فبيؤكد ان محمود صلاح لما قال لك ان هذا الرجل هو الدجال العصر الحديث، يبقى انا ما كنتش بقول كلامه خلاص. انت لسه مصمم ان هو دجال العصر الحديث، يعني مش هو بيعاون الدجال او يعرفه؟ دجال العصر الحديث هو دجال العصر الحديث هو طبعا ايلون ماسك، لان هو فوله واتقسمت نصين مع الدجال العصر القديم اللي هو الدجال الحقيقي بقى. بيتواصلوا مع بعض طبعا، لان عارفين كلنا ان ايلون ماسك عنده اكس. هو ليه اسمه اكس؟ ليه تويتر اسمه اكس؟ ليه غيروا من تويتر لاكس؟ مش هقول لك لان انا ما اعرفش، بس هو بقى دجال العصر الحديث. هو مأكد لي. انا نفسي اشرب معاكم، مش هينفع ولا اشرب ايه، بس نفسي اشرب معاكم انتوا الاثنين. هو الزمالك هياخد الدوري السنه دي في 25؟ اكيد لا، دي مش محتاجه بقى ولا تلعب طاروت ولا تلعب كوتشينه، دي اكيد مش محتاجه، اكيد لا. الزمالك طبعا طبعا ده انت ما فكرتيش. ما فكرتش. استاذ عمرو بتكبر بخاطرك يا حبيبي عشان تحسبها وهي ماشيه. الظرف يا استاذ عمرو، ده انا قلت لك الزمالك هيكسب الدوري. انت ممكن تقولي ان بلديه المحله هتاخد الدوري، هو حد هيراجع وراكي؟ حد هيجيبك مثلا السنه الجايه يقول لك تعالي بقى ارفعي ايديك لفوق هنذنبك 22 ساعه عشان انت كدبتي؟ محدش هيراجع وراكي. اقعدي اهبدي بقى لحد الصبح. الاهلي هنسمع في شوارع مصر يعني هيصه وزنبليطه للاهلي، مظاهرات اهلاويه. دي اول ما كهربا يمشي، لا دي معاكي فيها حق. كهربا يمشي باذن الله في يناير، كلنا هننزل الشوارع وفاهم. الله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. رونالدو اراه محط الانظار وحديث الاعلام من السعوديه ولحدث ما. يا استاذه ليلى، ده خبر لو في واحد لسه مواليد 2023 هيطلع يقول لك رونالدو محط انظار العالم، بيلعب دلوقتي في السعوديه وهو شخصيه مهمه في السعوديه. ايه دي ما حاجات دي حاجات اقل من البديهيات. عمرو دياب كل ما بيكبر كل ما عم بيحلو وبيعطي. لا على فكره، والتجاعيد باينه في وشه، وهو عمال يعمل بوتوكس وعمال يعمل عمليات تجميل، فانتوا الاثنين بتكذبوا. ما شاء الله عليه. عمرو دياب عينك منه انت، انا واخد بالي بس ساكت. بيعمل حفل كتير كبير بيرجعنا لايام زمان. هيعمل حفله يرجعنا لايام زمان بقى، ايام 2020 بقى، الكورونا بقى والحاجات دي. ميكس يعني، بيعمل الاغاني القديمه اول ما بلش بيعيد توزيعها بمقاطع صغيره. ما هي دي حاجات برضه مالهاش علاقه بالتوقعات يا استاذه ليلى. دي عادي، لو البروديوسر كلمك قال لك المعلومه دي طلعت قوليها. اخبار محمد صلاح ايه في 25؟ محمد صلاح ده الاول نكمل الاول. استاذه محمد صلاح ده لعيب كوره، مش في كليه علوم جامعه القاهره. هو ايه اللي الاول في ايه يعني؟ هياخد البالون دور؟ قولي صرحي لو ياخد البالون دور عشان فاهم ما نقعدش نتعب نفسينا. طب عشان انا تعبت من بتوع الابراج بجد، انا تعبت من بتوع الابراج وبتوع التوقعات. فانا اقول لكم معلومات كده عن بتوع الابراج والتوقعات ما حدش يعرفها. الناس دي مش بتلعب مراهنات ولا العاب توقعات، لان هي كل توقعاتهم غلط وهم عارفين كده.
الناس دي ما وهم صغيرين ما كانوش بيذاكروا من سلاح التلميذ، لان كانوا بيذاكروا من كتاب واحد بس وهو التوقعات المرئيه. الحاجات دي كانت بتضحك في دماغي، بجد. ما اعرفش لما قلتها دلوقتي حسيت ان هي دمها تقيل جدا. من مارس لابريل او في مارس وابريل بلاش اي اجراءات تجميليه. ده ليه هو بالذات برج الميزان غير التحذير اللي قلناه قبل كده. خساره، كنت هعمل حقنه فيلر في مارس، خساره دلوقتي. بس انا كنت متاكد ان هي تبوظ. واخده بالك كان مساجده سنه 25 اخبارها ايه؟ ليه السؤال ده يا عم؟ هو ايه السؤال ده؟ هو انا جايب حضرتك تلعبي معايا بلياردو؟ حضرتك قومي امشي لو مش عارفه اي حاجه عن 2025. اتفضلي حضرتك يا ابني. الظرف يا ابني اديها ال 125 جنيه بتوعها. شايفه 25 ازاي او شفت ايه في 25؟ غريبه، سنه غريبه. السنه غريبه 2025 مش مفهومه يعني. حتى بص الرقم بتاعها 2025 في 2 موجودين في الرقم، يعني غريبه 2025 دي مش مفهومه يعني. سنه كده فاهم، سنه غريبه كده يعني. سنه 25 باديه معانا من نوفمبر، من نص نوفمبر 2024 وهتخلص في ابريل 2026. ودي اول سنه يا جماعه في التاريخ هتكون مكونه من حوالي 18 شهر. شوفش بقى حد يقول السنه دي جريت، لان بتقول لك سنه 18 19 شهر. اننا هنتعامل مع امور كتير بدءا من السنه الجايه اكبر من قدرتنا على الاستيعاب واكبر من قدرتنا على الفهم. في حاجات كتيره جدا هتحصل هنبقى مشدوهين قدامها. يعني ده بالنسبه للفيتشر اللي انت هتشوفه قريب بين ويجز ومروان بابلو. محدش بقى يفتح بقه ولا ينبهر، لان استاذه بسنت خلاص قالت لنا، حرقت لنا المفاجأة اللي مش متوقعة دي. الظهورات او الظواهر الغامضة والغريبة دي يعني ممكن نشوف متفرقات ونبقى مش متأكدين. انا بقى من لغة الجسد، لان انا درست طبعا كورس لغة جسد ب 43 جنيه من جوجل. كرشتك ورا ودانك دي يا استاذة بسنت بتدل ان انت مش واثقة في الكلام، وعلى العموم انت حتى لو ما كرشتيش برضو انت مش واثقة في الكلام اللي انت بتقوليه. السنة اللي فاتت انت قلتي كلمة كانت حلوة قوي، قلتي 24 توقعات برجك في 2025 مفاجآت وأسرار تكشفها خبيرة الأبراج سمية عبد المنعم. أول حاجة سمية عبد المنعم ده اسم مدرسة دراسات، مش اسم خبيرة أبراج خالص. خبراء الأبراج بيبقى اسمهم فلكي، بيبقى اسمهم له علاقة بالنجوم وتحركات الكواكب يعني. فاهم؟ ليلى عبد اللطيف، ليلى جاية من الليل، جاية من الفلك. طاقة إيجابية للي هيشتغل وهيسعى. بالظبط. 25 هيحصد. ما دي بقى حاجه بقى مش اي حد يعرفها، دي ان اللي اشتغل وتعب هيحصد في 2025. دي حاجه مش متوقعه خالص. من زرع حصد كما تدين تدان. اقلب القدر على فمها. طلع البدر علينا ونكبر ابنك خويه. حد كان يعرف الكلام ده؟ محدش يعرفه، انا اللي لسه قايله لك. يعني خلينا نقول كده، اللي بيقعد يندب حظه او ينجح حظه او الكلام ده يفضل يقول في كلام طاقته. الناس اللي بتقعد تندب حظها، الناس اللي بتقعد تندب صحابها على الاستوريات بتاع انستجرام والواتساب، الناس اللي بتقعد تندب بعض الفيديوهات، الناس ديت بتصدر طاقة ندبية تنتج عنها انبعاثات كونية من الظواهر الفسيولوجية بتؤدي الى انبعاثات وانبحاطات وانحباطات وتغيرات في الملامح وشد في الفيلر بوتوكس. نطلع فاصل ان انا تعبت، محتاج الظرف عشان امشي. الناس اللي اشتغلت على نفسها في 2024 وظبطت نفسها واجتهدت هتحصد ده. سنة 2025 هي سنة اختيارات. دي بقى سنة المالتي تشويس بقى، خلاص مفيش اسئلة مقالية، مفيش سؤال القطعة بتاع الانجليزي هنشيله. دي سنة المالتي تشويس. انا هحيرك بقى، انا في 25 دقيقة انا هجننك، انا فاهم. كل واحد هيختار حاجة هتتحسب عليه. كل واحد هيختار حاجة هتتحسب عليه. البصة بتاع الدكتور محمود صلاح. والمذيع طبعا هيعمل ايه؟ هتتحسب عليه. اطلع فاصل. يعني كل اللي هيختار الصح هيبقى صح، اللي هيختار الغلط هيبقى غلط، اللي هيختار لا الكلام ده جديد ومحتاج تفسير. لا تاني اشرحي لي يعني ايه اللي يختار الصح يبقى صح، اللي يختار الغلط يبقى غلط. لا ده كلام صعب، محتاج اسلام مهدي يحلله ده.
يختار الخير هيبقى خير، يختار الشر يعني، وهكذا. كل واحد هي هو اللي هو انت كاتبه المعلومات اللي انت كاتباها دي على ورق البرد اللي قدامك ده؟ لبعض الفنانين ياخدوا احتياطاتهم خوفا على صحتهم من اي عارض فيروس خطير يصيب هؤلاء النجوم. بالذكر الفنانه الاستعراضيه نجوى فؤاد، شمس البارودي، الرائعه ميرفت امين، نجلاء فتحي حبيبه قلبنا، عندك حسين فهمي وملوك الدراما. اي حد معدي ال 82، اي حد معدي ال 82 صحته في خطر، ودي حاجه الطب ما يعرفهاش، ودي معلومات طبعا انت اللي بتتفرج ما تعرفهاش. اي حد اللي معدي ال 82 ما يقدرش مثلا ينزل يلعب ساعتين خماسي ويشرب بعدهم 2 كيلو قصب. بقول لنبيل عبيد، نادية الجندي، ده جيل صفاء ابو السعود. الجيل ده ممكن يجي له فيروسات في 25. نعم ممكن يا عم، وممكن يجي لي انا ممكن يجي لي انا، ممكن يجي لك انت، وكلنا كلنا هيجي لنا برد في 2025. خد بقى التصريح ده مني بقى، هات يا عم 2000 جنيه، كلنا هيجي لنا برد، اكيد كلنا هيجي لنا برد. وحبيبه قلبي اسعاد يونس وصفيه العمري وملكه الفوازير الاستعراضيه نيلي، بقول لهم ينتبهوا على حالهم. هم الناس اصلا دول لسه عايشين؟ الناس اللي انت ذكرتيهم دول لسه عايشين؟ انا بجد مش عارف. بقول لهم ينتبهوا على حالهم بهالفتره، وخصوصا الزعيم اللي بنحبه. الناس دي بقى عايشه على موضوع الزعيم ده. الناس دي كل سنه من 2003 بيطلعوا يقولوا السنه دي بقى اللي هيموت فيها الزعيم. للاسف بقى لازم نحضر للعزا بتاعه من دلوقتي. الزعيم السنه دي بقى هيموت السنه دي للاسف. الزعيم خلاص، دي 2004 اخر سنه، دي 2005 اخر سنه، دي 2006 2007 انا شاكك، لا 2012 بقى انا باكد لك بقى خلاص، 2013 اخر سنه دي بجد، 2014 الزعيم خلاص بيودع، 2017 2018 ده 2020 بقى فيروس كورونا والزعيم معروفه دي خلاص، الزعيم خلاص. 2024 بقى هي دي بتاعته بقى، دي السنه دي بتاعته، السنه دي هياخدها ليه بقى. كفايه كده، لان انا اترعبت، لان انا بصور الفجر وقاعد لوحدي، فخايف دلوقتي الدكتور محمود صلاح يفتح الباب دوت ويخش عليا هو استاذ هلال عبد اللطيف ويقول لي ارفع ايدك، الشناوي هو سيدك. فانا دلوقتي انا قاعد مرعوب. فخلاص احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، وزي ما عودتكم ان انا انزل فيديو قريب، والحمد لله نزلته، لان دي كانت توقعات لما قلت لكم استنوا فيديو قريب، والحمد لله فعلا الفيديو نزل. دي توقعات، لان انا بقالي فتره قاعد بذاكر تحت ايد الاستاذه ليلى وبسنت ومحمود صلاح. ما تنساش توصل الفيديو دوت ل 6600 لايك. ما تنساش بقى تتابعني على كل المنصات، وما تنساش تقول لي رايك في انا ليه بتفتف، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، لان انت ما دام وصلت لحد هنا يبقى انت يا ابني رايك مهم، ورايك يهمني الايجابي. اما رايك السلبي ده تحطه في كومنت برضو، تقوله لي عادي في كومنت وانا هرد عليك برضو. الحقونا بجد المره دي. السلام عليكم.